مرحبا بكم. نحن اليوم الأحد 23 أكتوبر ونحن فوق سطوح سوق الربع في عملية لتنظيف هذا الفضاء، ونلتقي بمجموعة من أعضاء اللمة الصفاقسية وبالأخ صباح الخير. صباح الخير سي نور الدين. صباح الخير. مرحبا بكم. مرحبا بكم اللمة الصفاقسية اللي حبت تشارك في تنظيف سطح سوق الربع. مرحبا بكم بارك الله فيكم. اليوم باش نبداو، هي مش نبداو، هي البداية كانت منذ شهر جوان، واللمة الصفاقسية بارك الله فيها باش تعاون اليوم. شنو رأيك اليوم؟ الحمد لله احنا اتفقنا بتوفيق من الله سبحانه وتعالى باش نكونوا متواجدين معاكم في الحملات هذه اللي هي مصدرها من مجتمع مدني ونشطاء مجتمع مدني، واللي شفنا يعني ثمرتها في الكازينو وكذلك في الكورنيش وفي عدة أماكن أخرى في حدائق عمومية وكذلك في مناطق سوداء وتدخلكم للسلطة. فاحنا حبينا باش نساهموا باسم اللمة الصفاقسية أنه نكونوا عندنا حسن الظن على الميدان، نكونوا نساهموا ثم نرسلوا ثقافة للمجتمع المدني حتى يكون هو يعني قدرة وكذلك يتواصل ويأخذ يعني المشعل ونحافظ على بلادنا وصفاقس العتيقة السمحة. ونلتقي ايضا مع الاخت امينه زكري. صباح الخير يا امينه. صباح الخير يا سي فريد. يعطيك الصحه، مرحبا بك ومرحبا باللمه الصفاقسيه مره اخرى. واحنا توا كما نشوفوا في عمليه تنظيف سطح سوق الرباع، والحركه الحقيقه هايله وقاعده تواصل. شنو رايك انت في تنظيف الفضاءات العموميه وخاصه مثلا كما اليوم في سطح سوق الرباع؟ والله اليوم هو شركة اللمة الصفاقسية سي فريد مخني يمثل المجتمع المدني، واللي هو الحقيقة مش أول بادرة معناتها في البلاد العربي. ولا البلاد العربي راهي هي تمثل تراث صفاقس وتاريخها والكل، ولازم كل الناس كل تحس بهذايا ويلزمها تحافظ عليه. أقل حاجة أنها تحافظ على النظافة نتاعو، هذه معناتها أقل حاجة نجم نقدموها. وأنا حبيت نقول اللي اللمة الصفاقسية راهي هذه مش أول مرة عملت وقتها تظاهرة في ماي 2016، كانت حملة تحسيسية زادة ناجحة برشا، دوينا فيها الفار وكل شيء، وإن شاء الله ديما نتواصلوا مع بعضنا، وإن شاء الله ومعنا سي فريد ديما إن شاء الله موجودين معاك. أنا نحب أقول لك بارك الله في اللمة الصفاقسية. الله يفضلك عيشك. لأن العمل حقيقة كان تلقائي بدون حسابات. صحيح. للصفاقس، والعمل هذا ما هواش نقولوا احنا مسؤولية سلطة. السلطة تقوم بواجبها، المؤسسات تقوم بواجبها، ولكن نعتقد أن المواطن له دور بشكل تلقائي وتطوعي من حركة إلى حركة تنظاف صفاقس إن شاء الله. وأكيد باش تنظاف، لأن لو كان نلاحظوا أن النظافة قاعدة توهر صفاقس بشوية بشوية بمجهودات الناس الكل. هكا يا مينا؟ صحيح، هي ماهيش مسؤولية السلطة كهو، ماهيش كان البلدية وحدها، راهو كل صفاقسي مسؤول عن نظافة بلاده، كيما ينظف داره راهو ينظف قدام داره وينظف البلايص اللي ماشي، باش نهار آخر يبدا قدوة لصغيراته. نهار آخر كيما قلت أنت ساعة راهو الطفل يلزمو يتربى في محيط نظيف، هذا هو الأوبجيكتيف نتاعنا. أنت تقول احنا راهو في الحقيقة تقاليد النظافة موجودة في تاريخنا وفي تقاليدنا، ولكن هو الكثرة وانشغال الناس والضغط اللي عليهم يمكن ما يصرفوش انتباههم. وهذه فرصة باش احنا وكنساهموا باش بلادنا ان شاء الله المدينة العربي تقع ديما نظيفة وديما وهيك راهي وجه صفاقس وهيك تراثنا وهيك تقاليدنا. تو باش نخلي الكلمة الأخيرة، هو في مشهد أنت وأمامك صومعة الجامع الكبير العريق. صحيح. لا صحيح. أنت تعرفشي أمينة اللي الجامع هذا هو بطبيعة الحال بعد جامع عقبة بن نافع، واللي تشوف تلاحظ فيه 3 شرف، معناتها شرفة في شرفة، فهمت؟ هو هذا النمط اللي نسميه النمط الإفريقي القيرواني، وهو خاص بشمال أفريقيا اللي نعرفوه، كونه مثلا فما مثال أندلسي اللي تعرفوه مثمن الشكل، وفما اللي الشكل الأسطواني نلقاوه في الشرق. وهكا يا أمينة ربطنا ما بين التاريخ وإن شاء الله
المظهر يكون اسمح في سطوح بلاد العربي. ان شاء الله ان شاء الله. هذه والله زاد نداء للعباد الكل باش تساهم معنا. راك تشوف المجموعه تبارك الله عليهم والكل ان شاء الله المره الجايه ايوه الاعمار الكل شاركوا معنا. فهمت؟ ان شاء الله المره الجايه زاد عباد اخرين يجيو ويشوفوا راهو جو عائلي جو اخوه والحمد لله فرحانين الناس الكل. يعطيك الصحه. شكرا للمة الصفاقسية. نحب نشكر ايضا للناس الكل. نذكر حسام صاحب المبادره لانه منذ شهر جوان الفارط الفكره وهي انقطعت شويه لان جات العطله والناس اهتمت، ولكن حسام واصل المجهود نتاعو. حسام انت عندك ابتسامه هكايا اليوم خاصه بطبيعه الحال. شنو سببها تراه؟ هو اول حاجه المبادره كما كنت تحكي انت توا اللي بديناها مجهود فردي وشويه بتشجيعات منك انت ومن هنا، واليوم كيف نتلفت بحذانا الاخوه وبحذانا اللهم صل على النبي الصفاقسيه. فهمت؟ يا ربي ولك الحمد. معناتها مبشرات نتاع خير. تحس اللي بالحق صفاقسي ديما فيه هيك الغيره على بلاده وعلى صفاقس بصفه خاصه، وان شاء الله يا ربي تتواصل. هو تقول نغيروا على صفاقس، واحنا كي نغيروا على صفاقس نغيروا على تونس الكل. اي بطبيعه الحال، لان هي جزء من البلاد كامله. وكل واحد في مكان ويجي من هذا. ان شاء الله ان شاء الله تتلاقى بسنوريا وبحذانا مره اخرى. مرحبا. سنوريا توا احنا كيما شفت لما حاله قمنا مجهود وان شاء الله باش نشوفوا هذا ما نقولش في الايام القليله القادمه، وانما في الاشهر القادمه باش نلقاو سطح سوق رباعه في حاله هائله ياسر ومنسجم مع صومعه الجامع الكبير. بإذن الله السميع العليم أن هذه رسالة توعوية وثقافة الإنسان تبدأ أن الإنسان بنفسه ما يطيحش القرطاس، ثم الثقافة ترتقي أنه يأخذ يعني من طريق الأوساخ، ثم يتسع الثقافة تتسع حتى توصل للمدينة العتيقة كما وصلت الكورنيش والأماكن أخرى. لكن بإذن الله السميع العليم نتمنى أن المجتمع المدني وكافة المواطنين صغار أو كبار متعلمين أو غير ذلك مع المسؤولين مع السلطات إن شاء الله باش يكونوا مدعمين لمدينة صفاقس وتونس الحرة الخضراء بإذن الله. شكرا لك، بارك الله فيك مرة أخرى. نشكر سي فريد.